السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا أحلى ناس وأحلى متابعين في العالم كله. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حبة تخديعة كده نحتفظ بيها في الثلاجة لأي ظروف طارئة أو في أي وقت، أو صيام رمضان بنبقى مش قادرين نعمل أي حاجة، هتبقى موجودة وجاهزة عندنا على السريع. بنجيب الكيس من الفريزر ونشتغل بيه وصفتنا، لو محشي او طبيخ او اي حاجه. فاحنا هنسويها بدل ما نعينها صلصه، هنسويها تخديعه ونعينها ان شاء الله جاهزه كده. صراحه الطريقه ديت بتبقى احسن من كتير ما تقعدي تعينها صلصه وترجعي تقلي تاني. هتوفر عليكي وقت ومجهود وتوفر عليكي حاجات كتير. بس تقومي بدري كده وتروحي السوق، بيبقى فيه طماطم كده مستوية، او الناس اللي مش عارفة معنى كلمة مستوية، طماطم بتبقى حمرا كده ومفتحة كده وش العدايات او وش الاقراص. تجيبيها، جيبي منها 7 ولا 5 ولا 6 ولا اي كمية انت حباها على قد مقدرتك. تجيبيها وتيجي تعملي بصل كمية حلوة زي اللي انت شايفاها دي، وبرضه تحطي مادة دهنية كمية كويسة وتحطيها على النار. وبعد كده بقى بتكملي بقى فرم طماطمك عادي خالص، وتسوي التخديعة عادي خالص، بس ما تحطيش عليها اي بهار، علشان خاطر انت مش عارفة الوصفة اللي هتبقي تعملي بيها هتحتاج البهار ده ولا لا. طبعا كل اكلة ولها البهار المعين بتاعها، فانت ما تحطيش عليها اي بهار الا لما تيجي وقت الطبخ، تبقي تسخني الكيس. هو بعد ما تطلعيه من الفريزر يفكك كده على النار، بعد ما يفك كده ويسخن كده ويبقى تمام، تروحي حاطه نوع البهار اللي انت حباه على حسب الاكله بتاعتك. ماشي يا حبيبتي. ادي يا حبيبتي كميه الطماطم بتجيبيها تغسليها بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولو فيها اي حاجه بتشيلي منها كده الحته البايظه، وتمسكيها ان شاء الله تقطعها كده في الخلاط وتضربيها زي ما انت عارفه يعني. بس انا بقول الكلام ده للبنات اللي هي مش عارفه، او اللي هي متجوزة جديد ومش عارفة تعمل ايه، فانا بصرفها يعني بعض الافكار كده تستفيد منها في بيتها. تمام يا حبيبة قلبي. هنكمل بقى ضربة كمية الطماطم دي كلها ونشوف مع بعض. حبيبة قلبي التقليعة بتاعتنا احمرت معانا اهي، البصلاية هننزل عليها بقى الطماطم بتاعتنا زي ما انت شايفة كده، هننزل عليها بكل الكمية. ماشي. هنا يا حبيبتي نزلنا بكل الكمية اهي مع بعض، وهنيجي نحط عليها مكونين 2 فقط لا غير. ايه هما يا خالتي؟ هنحط ملح وشوية سكر كده، يعني حوالي نص معلقة سكر وشوية ملح. مش هنحط اي اضافات تانية، ولا هنحط فلفل حامي ولا فلفل بارد، ولا هنحط توم، ولا هنحط اي حاجة. هو كده وبس، تتقصر وتتسبك كده مع بعضها. وبعد كده ان شاء الله نشوف هنعمل فيها ايه. ماشي، خليكي معايا اهو. حطيت ادي الملح وادي شوية السكر، ونقلبها ونسيبها على نار حامية. تمام. هنا يا حبيبتي التخديعة بتاعتنا اتسبكت اهي. تمام. تعرفها منين ان هي اتسبكت؟ لما تلاقي الزيادة بتاعتها طالعة على الوش بالشكل اللي انت شايفاه ده. ماشي يا حبيبتي، سيبيها بقى تبرد، وبس تبرد تكيسيها في اكياس وتحطها في الفريزر على طول. بس ما تحطهاش في الفريزر وهي سخنة، تستني بس تبرد. وان شاء الله يعجبكم الفيديو بتاعي، وتشتركي معايا بقى في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تحطي اللايك. عملنا 3 طبخات، 4 طبخات، وفي طبخة كمان انا طبخت بيها النهاردة. ادي 1 2 3 4، وفي واحدة انا طبخت بيها، يبقى كده 5 طبخات من الكام كيلو طماطم دول. هنا بقولك حطي لي لايك يا حبيبتي، وما تنسنيش في الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.